قرعة دوري أبطال أفريقيا الموسم 2023-2024. مجموعة أولى نارية ومهمة صعبة لبيراميدز، مجموعة سهلة نسبيا للأهلي للصعود للدور القادم، مجموعة متوسطة للوداد المغربي، مجموعة صعبة للترجي التونسي ومنافسة عربية على الصعود. توقعي للفرق الصاعدة للدور القادم، توقعي للفريق البطل للنسخة الحالية، من هو بطل نسخة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي. هنقول كل حاجة بالتفصيل، بس الأول تعالوا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان دوس لايك الفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد من فيديوهاتنا. مجموعة أولى نارية لبيراميدز في أول مشاركة ليه في دوري الأبطال، بتضم سان داونز وبيراميدز ومازيمبي ونوازيبو. دي المجموعه الاولى، مجموعه ناريه، مشاركه اولى صعبه لبيراميدز. الحمد لله ان الزمالك ما صعدش اصلا، يعني كنا هناخد رايح جاي من صن داونز، فالحمد لله ان بيراميدز صعد مكاننا وخد المركز الثاني في الدوري. كمل يا بيراميدز، ربنا معاك. اول مره اشوف نادي انحس من الزمالك في افريقيا هو بيراميدز. اول مشاركه ليه في افريقيا بيقع مع صن داونز وبيقع مع كمان مازيمبي، فريقين كبار وعندهم ممارسات افريقيه وعندهم خبره في المباريات الافريقيه. هنشوف هيعمل ايه في اول مشاركه ليه في دوري ابطال افريقيا. نتمنى كل التوفيق للفرق المصريه ونتمنى كل التوفيق للفرق العربيه، ضم سان داونز ومازيمبي، وطبعا هتكون مهمه صعبه جدا لبيراميدز، وكمان نوازيبو هو اللي هيكون حصاله المجموعه. توقعي للفرقتين اللي هيصعدوا من المجموعه دي، سان داونز رقم واحد، والفرقه الثانيه ان شاء الله هتكون بيراميدز. اتوقع ان هو ممكن يصعد على حساب مازيمبي. دي توقعي للمجموعه الاولى. المجموعه الثانيه واللي بتضم الوداد المغربي، سيمبا، اسك ميموزا، وكمان جوانج جلاسيك. دي المجموعه الثانيه. طبعا كلنا عارفين الوداد المغربي واخد وصيف النسخه اللي فاتت والبطل النسخه اللي قبلها، فعنده خبرات افريقيه كبيره في دوري ابطال افريقيا، وداخل الموسم الحالي او البطوله الحاليه عينه على اللقب. الوداد عينه على اللقب، فعاوز يعمل حاجه وعاوز يستعيد لقبه مره ثانيه بعد خسارته امام الاهلي المصري في النسخه الماضيه. المجموعه صعبه جدا ولكن سهله او متوسطه للوداد. توقعي للاثنين فرقتين اللي هيصعدوا من المجموعه دي، الوداد المغربي هيصعد اول، سيمبا هيصعد ثاني. اتوقع المجموعه دي الوداد وسيمبا الاثنين دول هيصعدوا من المجموعه الثانيه. نروح طبعا للمجموعه الثالثه، مجموعه ناريه وثلاث فرق عربيه، والمنافسه هتكون على الصعود مشتعله. طبعا الترجي التونسي، بيترو اتلتيكو، والهلال السوداني، وكمان النجم الساحلي التونسي في مجموعه ناريه. يبقى كده معانا المجموعه الاولى مجموعه ناريه هتناقع على الصعود بين ثلاث فرق، صن داونز ومازيمبي وبيراميدز. والمجموعه الثالثه هيكون في خناقه كبيره برضو على الصعود، الترجي والهلال السوداني والنجم الساحلي، ومعاهم كمان بيترو اتلتيكو، فريق برضو محترم وبيقدم مباريات كبيره في افريقيا. فالمجموعه هتكون صعبه جدا، وطبعا عشان يصعد فريقين من الترجي والهلال والنجم فالمهمه هتكون صعبه على الاربع فرق. فالمجموعه ديت الترجي هيصعد، وكمان اتوقع الهلال السوداني يصعد معاهم. يبقى كده المجموعه الثالثه هيصعد منها الترجي والهلال السوداني. نروح طبعا للمجموعه الرابعه. على راس المجموعه طبعا الاهلي بطل النسخه الماضيه، شباب بوليسداد الجزائري، ويانج افريكانز، وميديا ياما. طبعا دول الاربع فرق او مجموعه الاهلي. الاهلي خلاص بعد، او اول مشاركه او اول طبعا قرعه للاهلي من فتره بعيده، ما فيش فيها صن داونز، ما فيش فيها الهلال السوداني، مجموعه هاديه. الاهلي هيصعد مستريح من المجموعه، هيلعب مباراته في هدوء، ما عندوش مشاكل، ما عندوش فرق رخمه من الاخر. فمجموعه متوسطه وهاديه جدا للاهلي، وطبعا كل التوفيق للفرق المصريه زي ما قلت، وبعد كده الفرق العربيه ان شاء الله تكون طبعا النهائي كالعاده عربي خالص زي النسختين اللي فاتوا، كان الاهلي والوداد، الاهلي والوداد. فطبعا عندنا الاهلي عنده فرصه كبيره طبعا ان هو ياخد اللقب. ليه؟ لان الاهلي هو بابا الشغلانه، الاهلي هو بطوله افريقيا، هو اكتر فريق حاصل على البطوله. الاهلي بيخش بطوله افريقيا وهو عنده او عينه على اللقب. الاهلي دي البطوله المفضله ليه، دوري ابطال افريقيا بتبقى عند الاهلي كانها دوره رمضانيه، مش بطوله صعبه جدا. كل الفرق عندها بطوله دوري ابطال افريقيا صعبه جدا، ومنهم الزمالك ومنهم فرق كتير بتكون المهمه صعبه، ولكن الاهلي بيخش دوري ابطال افريقيا بياخدها زي السلام عليكم، لانها بتكون عنده زي الدوره الرمضانيه. بطوله سهله جدا للاهلي. لو الاهلي تخطى دور المجموعات خلاص الاهلي في النهائي. السنه اللي فاتت قلت لما الهلال السوداني تعادل مع سان داونز، قلت ما دام الاهلي صعد الاهلي هياخد البطوله، الموضوع خلصان. لان الاهلي لما بيصعد من دوري المجموعات فما بيكونش عنده اي مشكله ان هو ياخد اللقب، فالاهلي هيكون هو بطل النسخه الجايه بنسبه 100%. الاهلي عنده فريق كبير ومدعم تدعيمات،
وعنده فريق محترم، فالاهلي هو بطل النسخه الحاليه، ونتقابل في نهايه الموسم. الناس هتقول لك ما في الوداد وفي صن داونز وفي الترجي وفي الهلال السوداني، في طبعا سيمبا، في فرق كتير، ولكن الاهلي هو بابا الشغلانه في افريقيا. فعشان كده الاهلي عنده فرصه كبيره ان هو يفوز باللقب. زي ما قلت، توقعي للفرق الصاعده من كل مجموعه: المجموعه الاولى صن داونز، واتمنى بيراميدز يصعد معاه. المجموعه الثانيه الوداد وسيمبا. المجموعه الثالثه الترجي هيصعد، وكمان هيكون معاه فريق من الفريقين، يا الهلال السوداني يا النجم الساحلي. اتوقع الهلال السوداني يصعد مع الترجي. المجموعه الرابعه والاخيره طبعا الاهلي هيصعد، خلاص الاهلي خلاص هيصعد اول، والافضل للاهلي ان هو يصعد اول عشان ما يقابلش الناحيه الثانيه هتكون المواجهات ناريه. يعني اللي يصعد اول من المجاميع الثانيه كلها، سواء الوداد، سواء صن داونز، سواء الترجي، سواء بيراميدز لو صعد اول، سواء مازيمبي لو صعد اول، هتكون طبعا في دور الثمانيه هيكون مباريات ناريه، والاهلي ممكن يقع مع فرقه كبيره. فالاهلي لو صعد اول هيلعب مع المركز الثاني من المجموعه، ممكن مثلا يلعب مع بيراميدز، ممكن يلعب مثلا مع سيمبا، ممكن يلعب مثلا مع بترو اتلتيكو، ممكن يصعد. بكل حاجه وارده، دوري ابطال افريقيا كله مفاجآت. الافضل ليه ان هو يصعد اول عشان ما يقابلش فرقه كبيره في دور الثمانيه. الاهلي هيصعد اول، وافضل الاهلي يصعد اول، وكمان معاه شباب بوليسداد هيصعد هو والاهلي من المجموعه الرابعه. دي طبعا كل تفاصيل قرعه دوري ابطال افريقيا. البطل هيكون الاهلي، والنهائي اتوقع النهائي هيكون بين الاهلي والوداد، او الاهلي وصن داونز. النهائي هيكون ما بين الاهلي والوداد يا الاهلي وصن داونز، لان طبعا دول فرق كبيره جدا، ودول عندهم خبرات افريقيه كبيره. مع احترامي للترجي، الترجي في الفترات الاخيره متراجع، ولكن طبعا زي ما قلت الاهلي هو بابا الشغلانه في افريقيا، وهو الفريق الاول المرشح للقب في اي بطوله افريقيا داخلها. الاهلي السنه دي عمل فريق اقوى من الموسم اللي فات. يعني الاهلي الموسم اللي فات فاز بالبطوله، فالسنه دي هيفوز بالبطوله واكتر كمان. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.